اسرع وارخص مخلل ممكن تعمليه في 10 دقايق هتجهزيه، وبعد نص ساعة بألف هنا هتاكليه. مخلل الخيار السريع بقرمشته اللذيذة، والسر كله في ملعقة واحدة بس. النهاردة هعمله معاكم وهقولكوا على اسرار المحلات السورية اللي محببانا في سندوتشات الشاورما بالخيار. قبل ما نبتدي وصفتنا اللذيذة دي ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، علشان اللايك بتاعكم فعلا بيشجعني وبيدعمني علشان نكمل مع بعض في وصفاتنا الجميلة. ده كيلو خيار انا غسلته كويس جدا بالميه وبعدين صفيته. لما تختاروا الخيار علشان تخللوه اختاروا الخيار اللي بيكون حجمه رفيع كده، ما يكونش تخين، وكمان اختاروا الخيار اللي بيكون فريش جامد كده، ما يكونش مرضان ولا دبلان، لان كل ما كان فريش وكل ما كان رفيع كده بيبقى مسكر وبيعيش معانا فتره اطول على فكره. هنقطع الخيار دلوقتي واقول لكم على اكتر من تقطيعه ممكن تعملوا بيها مخلل الخيار. بنشيل طبعا الحته اللي فوق دي والحته اللي تحت، وبنقسم الخياره من النص كده. وبعدين انا هستخدم القطاعه اللهلوبه الجميله دي، انا بحب اقطع بيها دايما المخلل سواء جزر او خيار او لفت، بيبقى شكلها لذيذ شبه المخلل اللي احنا بنشتريه الجاهز. هنقطع اول تقطيعه اللي هي التقطيعه التقليديه خالص دي، شكلها لذيذ طبعا ومميز. تاني شكل بالورب كده، يعني بالميل كده بالجنب، بنقطع حلقات كده بيبقى شكلها طويل كده او شبه اللي هو شكل مستطيل بس على شكل دايره، بيبقى بالشكل ده برضو شكلها حلو يعني على فكره. كمان ممكن برضو شكل تاني نعمله نفس التقطيعه دي اللي على جنب، نقطعها صوابع في النص كده، برضو التقطيعه دي حلوه خصوصا لو في الجزر او في اللفت، دي بتبقى جميله جدا جدا. دي طريقه تانية برضو للتقطيع، بنقطعها في النص كده. بصوا الطريقه اللي تعجبكم بقى ممكن تعملوها او اعملوا زي انا بعمل الاشكال دي كلها. تمام كده، احنا قطعنا كيلو الخيار كله. دلوقتي انا هجيب جزره وبعدين هبشرها بالمبشره العاديه بتاعه البصل، وممكن على فكره لو مش حابين تضيفوا الجزر عادي مفيش اي مشاكل، لكن عايزه اقول لكم اضافه الجزر اللي مخلل الخيار بتديله تسكيره كده جميله على فكره. انا جبت حله وحطيت فيها حوالي 3.5 كوبايه ميه، المج العادي بتاع الشاي. الميه دي مغليه، وهضيف فيها 3 ملاعق كبار من الملح. الكميه دي لكيلو واحد بس من الخيار. بندوب الملح في الميه السخنه، وبعدين هنضيف ملعقه صغيره مليانه من السكر. السكر ده بيدي طعم مميز كده، بيعمل تعادل في الطعم رهيب للمخلل الخيار، وكمان بيخلي الخيار يبقى مقرمش ومش دبلان، خلوا بالكم. كمان يعتبر ماده حافظه. كمان انا ضفت تلت فنجان من الخل ده مركز على فكره، وكمان ضفت 4 فصوص من الثوم. وانا ما بحبش اقطع الثوم علشان ما تبقاش ريحته نفاذه كده ومركزه زياده عن اللزوم، فانا باخد بس يا دوب النكهه البسيطه بتاعه الثوم، علشان كده بحطه صحيح. وبعدين ضفت الجزر اللي انا بشرته، وبعدين بنضيف كل الخيار في الحله. بصوا بقى خلوا بالكم من نقطه، لو انتوا هتخللوا الخيار ده في برطمان بلاستيك ما ينفعش تضيفوا الميه المغليه في برطمان البلاستيك، لانه هيسيح ويكرمش، وكمان هيتفاعل مع البلاستيك فهيبقى مش صحي. فانتوا هتسيبوا الميه بالخيار، الميه المغليه دي بالخيار في الحله، وتغطوا عليها وتسيبوها متغطيه كده حوالي ساعه، وبعد ساعة ممكن تاخدوها الخيار ده كده بالكبشة وتضيفوه في البرطمان اللي انتوا هتخللوا فيه او اللي هتخزنوه فيه، ده اذا كان البرطمان بلاستيك. لكن لو انتوا هتعملوا الخيار زي كده وبرطمان ازاز فعادي ممكن نضيف المخلل كده بالمية المغلية بتاعته بكل حاجته في البرطمان الازاز. انتوا فاهميني؟ لان الازاز طبعا مش هيجرى له حاجه ومش هيتفاعل مع الخيار. ومن فوق كده بنحط ورقتين لورا، برضو ورقتين اللورا دول يعتبروا ماده حافظه وكمان بيسرعوا من عمليه التسويه. انا كنت بقلب واعدل في البرطمان علشان اوزع الجزر كويس فوق وتحت. كمان بعد ربع ساعه لو انت هتخليلي يعني في البرطمان ممكن تقلبي البرطمان كده بالمقلوب، يعني على راسه كده من تحت، علشان محلول التخليل ده او الميه تطول المخلل فوق وتحت، علشان طبيعي بيبقى اللي تحت هو اللي بيبقى مستوي اكتر، فعلشان كده احنا بنقلب البرطمان. ودلوقتي انا عايزاكم تلاحظوا معايا شكل ولون الخيار.
ولاحظوا دلوقتي شكل ولون الخيار عامل ازاي. ده شكل الخيار بعد نص ساعة. طبعا انتوا عارفين ان المية المغلية بتسرع من عملية التسوية، علشان كده هتلاحظوا ان شكل المخلل خلاص استوى وبقى زي الفل، تحس ان هو عدى عليه يعني يومين 3 كده مثلا. بصوا بقى شكل الخيار عامل ايه. عايزه اقول لكم طعمه وريحته حاجه كده رهيبه. جربوا الطريقه دي فعلا بالاضافات دي، هتحسوا بفرق كبير جدا جدا. مفيش حد بيدوق الخيار بتاعي فعلا الا لما بيسالني على الطريقه بتاعته، وازاي الخيار بتاعي بيبقى مقرمش حتى لو هو له في التلاجة عندي مثلا 3 شهور. اهي ملعقه السكر الصغيره اللي احنا ضفناها دي سر قرمشه الخيار. شايفين الجمال والطعامه؟ بتمنى فعلا الطريقه دي تكون عجبتكم، ولازم تجربوها وتكتبوا لي رايكم فيها في الكومنتات. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو الجميل ده عشان يوصل لكل اصحابنا والكل يستفيد بالطريقه دي. مخلل الخيار فعلا من اسهل واسرع وارخص المخللات اللي ممكن تعملوها في البيت. كمان انا استغليت الفرصه وخللت جزر، لكن الجزر ما ينفعش يتاكل في نفس اليوم اللي احنا هنخلله فيه، لكن تاني يوم ممكن تاكلوه براحتكم. وكالعادة في نهاية الفيديو لازم أشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميلة، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق. بحبكم جدا.